طريقة تقطيع الدجاج المطلوب في الأكاديمية. في الأول نشيل هذه الوصلة اللي تحت لأنه فيها مرارة. الخطوة الثانية نقطع الجلد عشان المفصل يبان تمام. ليش الفرنسيين أو الأوروبيين يهتموا بالتفاصيل هذه؟ لأنه تكنيك الطهي يختلف حسب التقطيع. بعدما قطعنا الجلد نضغط على الفخذ من تحت لفوق عشان المفصل يبان، وبعدها نمرر السكين بين المفاصل. هذه الطريقة تحافظ على حدة السكين ويكون سهل التقطيع. نكرر نفس العملية في الجنب الثاني. لو تشوا تعملوا تقطيع الKFC ولا البيك، شايفين الخط الأبيض هذا عبارة عن دهون ويكون متواجد في المفاصل. مرر السكين هناك بيمشي معك الحال كأنك تقطع زبدة. بنجي الآن للجوانح، كمان نكرر نفس العملية. نشوف فين المفاصل ونمرر السكين. وهنا في سويسرا الأطراف هذولا ما ينأكلوا، أنت تصرف مع الأطراف، افعل ما تشاء. بالفيديو كل شيء يبان طبيعي وسهل، لكن الموضوع يحتاج له ممارسة. الآن بنجي لصدر الدجاج لأنه شوية حساس، يحتاج له شوية تركيز. هنا بنفصل صدر الدجاج عن القفص الصدري، بنعمل فيليه. بنستخدم حرف السكين يعني الطرف الأمامي. الجهتين بنسويه نفس الشيء. احتفظوا بالقفص الصدري، بنعمل منه مرق دجاج. حطوه في الفريزر ومدة الصلاحية 3 أشهر. هذا الفيديو تسريب الامتحانات الأكاديمية في سويسرا. مدة طهي أو طبخ صدر الدجاج يختلف عن الأفخاذ. تحياتي حبايبي.